بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم. إزيكم حبايبي، عاملين إيه؟ وحشتوني جدا، بحبكم قوي في الله. إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وسعادة دايما يا رب. هنعمل النهاردة مع بعض أحلى صينية سردين. طبعا السردين غني عن التعريف والفيتامينات اللي بتبقى فيه. هنعمله السردين النهاردة بطريقة بسيطة جدا وجميلة وسهلة. أنا معايا هنا السردين نضفته كويس جدا وشلت القشور اللي فيه. وهنا يلا بينا نعمل التتبيلة بتاعته مع بعض. أنزل هنا بحوالي معلقتين كده من التوم المفروم. طبعا أهم حاجة في تتبيلة أي سمك هو التوم. وأنزل هنا بالملح، طبعا الملح بيبقى على قد كمية السمك اللي معاكي. ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من بهارات السمك، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأحمر المفروم. وأنزل بحوالي معلقة كده من المستردة. كده تمام، جميل جدا. وأنزل هنا بعصير ليمونة كده. وكده يا حبايبي التتبيلة بتاعتنا بتكون جاهزة إني أحطها على السردين. أقلب كده التتبيلة الجميلة دي كده كلها مع بعض. طبعا حبيبتي مش قادرة أوصفلك ريحة التتبيلة هنا جميلة قد إيه. السردين اليومين دول جميل في السوق وكتير. هاتيلك حبة كده واعمليهم بنفس الطريقة، هيعجبوكي جدا. وهنا كده أنا جبت السردين، وزي ما قلتلك حبيبتي أنا منضفاه وشايلة القشور اللي فيه. أنزل عليه كده بالتتبيلة اللي معايا، وأجيب هنا كده شوية زيت وأنزل كده على السردين اللي معايا بشوية. ريحة السردين طبعا عشان طازة مع ريحة التتبيلة جميلة جدا، بجد حاجة كده تفتح النفس. وهنا كده أبدأ أقلب السردين مع التتبيلة اللي أنا حطيتها عليه كده كويس جدا، وخلي السردين هنا يتشرب من التتبيلة كويس. إخواتي وحبايبي ومتابعيني وعيلتي التانية، أتمنى لو فيديو النهاردة عجبكم، أتمنى إن انتوا تدوسوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بجد بحبكم جدا في الله، وأتمنى إن القناة تكبر بيكم. فياريت اللي أول مرة يشوفني يشترك في القناة، ومستنية تعليقاتكم الجميلة اللي بجد بتفرحني قوي. وكده أنا رصيت السردين في الصينية وحطيت عليه طرنشات من الليمون كده. ممكن تحطي طرنشات فلفل أو طماطم لو انتي حابة. وهنا كده هندخلوها على الفرن على طول على درجة حرارة 200. وأول ما تستوي أشغل عليها الشواية شوية عشان تتحمر. بصي شكل السردين في الصينية شكله جميل ازاي، حلو قوي بجد، حاجة جميلة. وهنا كده السردين بتاعي طلع من الفرن. بصي شكله جميل مستوي ولونه أحمر من فوق وحلو قوي. طبعا نعمل جنب منه شوية رز وشوية سلطة، بس كده مش عايز حاجة تانية. يلا حبيبتي قومي جربيه، ومستنية رأيكم في الكومنتات. وبألف هنا وشفا يا رب. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.